يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا، تابعوني على قناتي واعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده هنتكلم عن الجبن، ازاي نحافظ على الجبن وتقعد فتره طويله في التلاجة من غير ما تبوظ ومن غير ما تلاقيها كده لزقت في بعضها وفي الاخر بتترمي ومنعرفش نستغلها وللاسف بتبوظ وما بنعرفش نحافظ عليها. النهارده هقول لكم ازاي نحافظ عليها بطريقه سهله جدا. يلا بينا. اول حاجه بجيب كده طبق عندي مستطيل او صينيه، ده هنستخدمه في هنقطع فيه الجبن. وبجيب هنا عندي العلب، العلب انا مستخدماها من اقصى، حلوه جدا بجد عن تجربه. وبجيب هنا اكياس عاديه خالص، بفتحها كده من الجزء اللي هو المقفول اللي تحت، بفتحها بالمقص وبعدين بقصها من النص، لان العلب اللي انا مستخدماها على قدها بالشكل ده اللي هو مش مش هستخدمها يعني. الكيس كده بيكون كبير عليه فبقسمه بالنص وبفتحها من الجنبين. لو عندك علبة اكبر تقدري طبعا تقسمي الكيس على جزئين بس مش 4 اجزاء. بس كده ده كل اللي احنا هنحتاجه. وبعدين بجيب انا معايا هنا كمان جبنة رومي. الجبنة الرومي طبعا بيكون فيها زيوت، اول ما بتجيبيها بتبقى لسه فيها الزيوت بتاعتها، لسه ما باظتش، الزيت بتاعها لسه موجود فيها. اول ما بتحط في التلاجة بتلاقي الزيوت دي نشفت والجبنة الرومي لزقت في بعضها وما تعرفيش تخرجيها، وللاسف بتبوظ وما بتعرفيش تطلعي منها للسندوتشات لو هتعملي سندوتشات. انا هنا باخد بقى الجبن اول ما بتشتريها على طول لازم تعملي الخطوة دي، مش تحطيها في التلاجة، لا تبقي لسه جايباها عشان تقدري تعملي الخطوة دي لانها بتبقى سهلة معايا. وبقسمها كده بالنص بالشكل ده، وبعدين بشيل الحتت اللي هي الناشفة اللي ورا دي عشان تبقى جاهزة معايا ان انا اعمل سندوتشات على طول، تبقى سهلة ما تاخدش معايا اي وقت. سهل عليكي تعملي سندوتشات للمدرسة لاولادك، سهلة جدا. وبجيب كده الكيس اللي انا قطعته 4 اجزاء، باخد بقى كده منه وبفرده وبحطها جنب بعضها، ما بحطش فوق بعضه، بقوم تانية بقية الكيس معايا وبرص جنب بعضه بنفس الشكل ده كده، وافضل واقوم حاطه كيس تاني وارص برضو جنب بعضه واقفل عليه، وهكذا كده. الجبنه بتحتفظ بالزيت بتاعها، بالتالي ما كمان مفيش حاجه بتلزق فوق بعضها، يعني شريحه الجبنه مش هتلزق في شريحه الجبنه اللي فوقيها. فكده سهلت عليا يعني استغلينا الجبنه. وهي مثلا جايبه ربع كيلو بيقعد معاكي كتير فتره اطول وما بيبص وبيفضل محتفظ، لان الكيس اللي عليه ده بيفضل محتفظ بالزيت بتاع شريحه الجبنه ما بيبص. دي جبنه الفلامنك او جبنه شيدر، تعملي فيها نفس الموضوع، بقسمها كده بحيث ان هي تبقى سهله عليا، بان انا اول ما بفتح العلبه باخدها كده افتح الساندوتش اخد الشريحه احطها في الساندوتش وبس كده، بتبقى سهله قوي. بعمل فيها نفس الكلام شرايح فوق بعضها برضو وبقفل. المهم ان ما بين كل شريحة يعني دور والتاني بحط كيس فاصل ما بينهم. وهنا اللانشون برضو انا جبته باظ معايا في التلاجة، لما عملت الطريقة دي طلعت ناجحة جدا. اللانشون قعد اطول فترة وما بص معايا خالص، ولا لزق بقى ولا عمل مادة لازقة بتلزق كده ولا اي حاجة خالص. الاكياس خليته يحتفظ من هو انك كانك لسه مشترياه بالظبط. وهنا معايا البسطرمه، انا يا دوبك بس البسطرمه الوحيده اللي مش بحط فاصل ما بينها لانها ما بتبص. انا كل اللي انا بعمله ان انا بحطها كده جنب بعضها، حتى لو فوق بعض عادي مفيش اي مشكله، لانها مش بتبوظ وبتعيش فتره طويله لان ببساطه مفيهاش زيت. وبس كده.